مرحبا ومرحبا بكم بحلقة بودكاست جديدة. عنوان الحلقة لليوم وبالخط العريض الإنترنت. بعض الناس يفهمون الإنترنت بطريقة غريبة، مثلا يشاهدون الأفلام ويتصفحون ويتحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، والبعض يستخدمون الإنترنت للتعارف وللزواج. وبرأيي الشخصي هذا الشيء خاطئ، لأن الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يكونوا نسخا محسنة من شخصياتهم على الواقع. وعلى سياق السرد، وظاهرة مشاهدة وتصفح الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة منتشرة بكثرة بعد الثورة الرقمية بين أوائل الخمسينات وأواخر السبعينات في القرن العشرين. يتبنى ويتزايد أجهزة الكمبيوتر الرقمي وأجهزة التسجيل الرقمي الذي يستمر حتى يومنا الحالي. فالمشاهدة والتصفح لفترات طويلة على الإنترنت من قبل الأطفال يشكل متاعب ومشاكل كثيرة، مثل التعرض للانحراف، فقدان الثقة بالنفس، وحتى تغيير سلوكيات الطفل، والكثير من الأضرار التي تشكل مخاطر كبيرة على أطفالنا. ولكن يجب علينا لا ننكر إيجابيات الإنترنت على حياتنا بشكل عام وتسهيل المهام اليومية، ولكن بضمن فترات قليلة ليس بكثرة. وفي الأخير، كل شيء في هذه الحياة كلما كثر مقدار استهلاكه كلما ضر المستهلك أكثر.